ازيكم وعاملين ايه؟ انا عارف ان كتير منكم وبصراحه انا كنت زيكم بندور على افضل في بي ان. في ناس بتكون عايزه الفي بي ان عشان تحمي بياناتها من السرقه، لو مثلا بتخش كتير على شبكات واي فاي عامه في الكافيهات او في المطاعم او في المولات، لان شبكات الواي فاي العامه دي هي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي بياناتك تتسرق او موبايلك يتهكر بشكل عام. وفي ناس تانية تقول لك لا، انا عايز الفي بي ان ده عشان انقل مكاني لدوله تانية بحيث استخدم مثلا تطبيقات او ابلكيشنز مش موجوده في البلد عندي او محظور ان انا انزلها. وفي نوع ثالث عايز الفي بي ان ده عشان الالعاب ويفتح حاجات معينه مش موجوده في الالعاب في الدوله اللي هو فيها، او ينقل نفسه في مكان تاني على الخريطه بحيث يقلل البنج او يخش في سيرفر مش السيرفر بتاعه. فانا بقى جبت لك في الفيديو ده في بي ان واحد بيجمع كل الخدمات دي، يغير لك اللوكيشن، وفي جزء مخصص للستريمنج او مشاهده المحتوى، وجزء ثالث خاص بالالعاب والجيمنج. والفي بي ان ده هو يو اف او في بي ان. تعال اعرفك عليه، بس في بدايه الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر، وتعالوا نشوف الفي بي ان ده. مبدئيا ده كده شكل الايقونه الخاصه بيو اف او في بي ان اهي تحت على اليمين. طبعا هو بيشتغل على الايفون وعلى الاندرويد وعلى الويندوز وعلى الماك، فما تقلقش، لينكات كل الكلام ده في الديسكربشن تحت. نفتح بقى البرنامج مع بعض. مش هتلاقي غير الواجهه اللي ما فيهاش غير زرار التشغيل ده، وتحتيها كلمه يوتيوب لان انا كنت مستخدم يوتيوب اخر حاجه. هدوس على كلمه يوتيوب دي او تدوس على السيرفر، هتلاقي عندك الثلاث خانات او الثلاث اقسام اللي بيتكون منهم البرنامج، زي اللوكيشن وده اللي بيغير لك المكان بتاعك لاي حته انت عايزها في العالم كله. مثلا عايز تخلي اللوكيشن بتاعك في امريكا، عندك 17 لوكيشن او 17 ولايه كمان، يعني انت مش بتغير بس الدوله، انت بتغير كمان اللوكيشن بتاعك جوه الدوله. وممكن من خيار فاستست لوكيشن تختاره كده وهو يحدد لك اسرع مكان هيكون فيه نت، او اسرع دوله يقدر يغير لك ليها الفي بي ان ويكون النت سريع. وتاني حاجه عندنا القسم الخاص بالفيديو والستريم واللي فيه بقى يوتيوب اللي قلت لكم عليه. هنخش عليه كده واخلي مكاني يوتيوب في امريكا. كده الفي بي ان اشتغل. تعالوا اوريكم بقى المزايا اللي في يوتيوب امريكا واللي مش موجوده في اليوتيوب عندنا. ابسطهم واسهلهم لما ندوس على الاكسبلور هنا هتلاقي موفيز ان تي في، ودي اللي مش موجوده عندنا خالص. هتلاقي بقى الاتش بي او ماكس اتفتح لك وكل حاجه اتفتحت لك، ومكتبه افلام كامله مجانيه موجوده على يوتيوب بتاع امريكا مش بتاعنا احنا. ولو قفلته من هنا ودخلت بقى على القسم الثالث والخاص بالجيم، هتلاقي بقى عندك كل حاجه تخص الالعاب. كول اوف ديوتي موبايل 6 اماكن او 6 لوكيشنز، وعندك لعبه اي فوتبول واللي جربته فيهم كلهم. عندك طبعا بوكيمون جو، ولكن انا عندي ببجي موبايل دي اللي انا جربتها. وتجرب بقى السيرفر اللي انت عايزه. مثلا انا عايز العب في سيرفر اوروبا ببنج قليل، فاختار فرنسا كونكتد. بس كده تمام، كده انا على سيرفر فرنسا. تعالوا برضو اعمل معاكم سبيد تيست عشان نتاكد ان النت مش بيتقل جامد باستخدام الفي بي ان ده. طبعا ظاهر اللوكيشن بتاعي اهو، باريس، مش عارف شايفينها ولا لا. والسرعه زي ما انتم شايفين كويسه قوي على اننا مستخدمين في بي ان. وطبعا لو غيرت السيرفر ممكن تاخد سرعه اعلى كمان. انت اقعد بقى ايه، جرب بنفسك. وعايز افتح معاكم لعبه ببجي موبايل عشان اثبت لك ان الفي بي ان مش مأثر على البنج او مش مخليه سيء للدرجه اللي تخليك مش عارف تلعب زي في بي انز كتير بنجربها وبتلاقي اللعبه بتعلق وتلاقي نفسك مش عارف تخش على الجيم اصلا. بصوا كده، مش عارف باين لكم ولا لا، ولكن بلعب والبنج 50 وفي نفس الوقت اهو من فوق اكد لك ان الفي بي ان شغال وعلامه الفي بي ان اهي من فوق. وبس كده، دي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم او فاتكم. ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر واشوفك في فيديو جديد. سلام.